البركة والخلة في أرضك وبين عبادك يا غياث المستغيثين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا ونفس كربنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصولنا وفروعنا وأحبابنا ومحبنا. اللهم بارك في هذه البلاد، اللهم بارك في هذه البلاد، اللهم بارك في هذه البلاد، اللهم بارك فيها ولها وعليها، ويا ربنا احفظها بعين عنايتك ورعايتك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل الحاضرين بحفظك وامنك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام. لا نهلك وانت رجاؤنا يا غياث المستغيثين. رفعنا اكف براءتنا اليك في هذه الساعه يا ربنا متوجهين لصاحب الشفاعه أن تؤتي نفوسنا تقواها، وأن لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ولا ذنبا إلا غفرته. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحم أهلنا في غزة وفلسطين. اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم وأعنهم وأغثهم. اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اكسهم، اللهم آمن خوفهم. اللهم سلط على من تسلط عليهم وضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة واسقهم سيدنا مدد الإيمان. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين بحفظك. اللهم احفظ الحرمين الشريفين بحفظك. اللهم احفظ الحرمين الشريفين بحفظك. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetamu yang di luar untuk memenuhi saf yang pertama, kemudian pelajar-pelajar boleh rapat sikit ke hadapan insya-Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ فقال حلق الذكر. حاضرين حضرات وبين رحمتي على الله سبحانه وتعالى. السادة الحضور، إخواني وإخواتي، نرحب بوصول معالي داتو سري الحاج سيد إبراهيم بن سيد أحمد رئيس لجنة الشؤون الدينية الإسلامية والتنمية الريفية وشؤون السكان الأصليين في ولاية بهنج. ويشرفنا أيضا الترحيب بحرارة بضيفنا الكرام الأستاذ الدكتور الشيخ ناجي بن راشد العربي محاضر الحديث من جامعة البحرين في دولة البحرين العزيزة مع رفقائه الكرام. ويعرب مجلس عن شكره البالغ لحضور ضيوفنا الأعزاء مجلسنا هذا ونرحب بهم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bagi permulaan majlis kita pada malam yang berbahagia ini, kita akan mempersilakan kumpulan Nurul Huda Al-Hadi. Yastamiru majlisuna ma'akum bitakmin madahi nabawiyyah fi ta'zimi khairil anam sayyidina Muhammadin alaihi afdal salatu wassalam. تقدمها فرقة نور الهادي نور الهدى الهادي فليتفضل مأجورا. نستفتح جلساتنا بما نوى أسلافنا وأوائلنا ويدخل نياتنا على نياتهم وأعمالنا على أعمالهم وخطواتنا على خطواتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وأن ويبارك في هذه الجلسة محاطا بالخيرات والنظرات والنفحات والبركات، وأن وجعلنا من أهل لا إله إلا الله، يربطنا بلا إله إلا الله، ينور قلوبنا بلا إله إلا الله، ويجعل ألسنتنا رطبا بذكر لا إله إلا الله، ويحققنا بحقائق لا إله إلا الله حسا ومعنى على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وأن وجعل بجاه قراءة هذا المولد ينور قلوبنا بالعلم والأمل والهدى والتقوى والعفا والغنى، وأن ويبارك لنا وأن ويرزقنا علما والعمل ويحفظنا من الزي والزلل، وأن ويرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح، وأن ويرزقنا القبول والإقبال والفضل بالرضا رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو أنفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بيرتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه اهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارح في الآذان صلى الله عليه وارسل إلى أوصاف طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار
أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز ريانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برك مثلي سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي نرت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى طاهر الأنساب والسيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا مليك يا ملاذ الخائفين الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائفين وجلي نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وعلينا سادة المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة علينا 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 وعلينا علينا علينا وعلينا علينا 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 وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا 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 علينا 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 وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة ووصلنا
فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار هراء تألق قلب بالحق تعلق وبغار هراء تألق يبكي يسأل خالقه يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيبي السلام عليك يا يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد دها من حولنا أفضل طلع البدر علينا طلع البدر علينا فلما أنت فتسجد
صلى الله عليه وسلم مرحبا بنا يا رب غثنا يا الله بحيا هالطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اختم العمر بحسنى يا الله حسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شعب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد الله الله، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاملين
حاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعاء، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبانا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان، بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. الفاتحة. الله 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 ما شاء الله، إنها لحلاوة. انظر، لا أحد لا يتحرك من مكانه، وأظن يفهمون مدى تلك المدائح. لو كان يفهمون هذه المدائح يكون قلبا إن شاء الله خاشعا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خل يمدحون ليلا ونهارا حتى الصبح، حتى للأبد نستمع تلك الحلاوة. جزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا كثيرا. والآن مع كل احترام يدعو المجلس المعالي سري الهاج سيد إبراهيم بن سيد أحمد لإلقاء كلمته، فليتفضل مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ الدكتور ناجي راشد العربي جزاه الله خير الجزاء، مع مرافقيه الذي جاء من بلاد البحرين الحبيب، حيث زارنا وباركنا وتشرف علينا بزيارتهم جميعا إلى ولاية البهام، فجزاهم الله خير الجزاء. فأتيتم وجئتم أهلا، ونزلتم سهلا إلى بلادكم الثاني، بلاد البهام دار المأمور. الحمد لله، وجزا الله على إدارة الدينية الإسلامية بولاية البهام، حيث أقاموا باستضافة وترتيب هذه الجلسات المباركة، بداية مساء اليوم في إدارة الدينية باجتماع مع ساداتنا الإداريين ورؤساء المسؤولين في إدارة الدينية، وسماحة المفتي وغيرهم من المسؤولين في
لقاء المحبة مع ضيفنا وضيوفنا الكرام. ثم في هذه الليلة المباركة جئناكم في هذه المدرسة المباركة التي تسمى بمدرسة الإحسان، حيث نلقاكم بزيارة هذا العلماء المبارك إليكم جميعا، ونرجو منكم جميعا أن نصغي بكل إصغاء وبكل استفادة من مجيء هذا العالم الجليل لنا جميعا. فالله الله أيها الأولاد في إفادة والاستفادة حتى نستفيد بما أفادنا ضيفنا الكريم. فنحن جئنا إلى هذه المدرسة ليس لنا إلا لطلب العلم، فعلينا أن نستفيد بالعلم. العلم يرفع بيتا لا إماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالله الله في طلب العلم، فالله الله في الإفادة والاستفادة في هذه الجلسة المباركة. كما أنني أوجه لإخواننا فرقة الإنشاد والقصيدة حيث يؤمنا في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله عسى قبول من الله في هذه المدائح الجميلة المفيدة المباركة إن شاء الله، حيث قرأ سيرة النبوية التي تسمى بضياء اللامع، رتبه الداعي إلى الله الحبيب السيد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، حفظه الله في الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak nak mengulas panjang. Kita cuma bersyukur pada malam ini kita dikunjungi oleh tetamu. Dan pada kali ini Madrasah Al-Ihsan bertuah kerana menjadi tempat pilihan Jabatan Agama Islam Pahang untuk membawa tetamu kita supaya anak-anak semua dapat mengambil dan mengutip mutiara-mutiara yang akan dilontarkan. Dan kita sebagai penuntut ilmu sayugia mengambil manfaat ini setidak-tidaknya sehinggalah sampai kepada kita bersambung dengan salsilah untayan-untayan keemasan sampai kepada hari ini. Mudah-mudahan kita tersambung dan terikat dengan untayan keemasan itu, bersambung sampai ke junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menghargai juga kepada Tuan Pengetua Ustaz Syekhan Mukhtar yang memberi laluan, mengucapkan penghargaan juga kepada Ustaz Zaidi, Ketua Penolong Pengarah yang mengaturkan secara bersungguh-sungguh acara kita seharian hari ini, dan juga kepada Timbalan Pengarah Jabatan Agama Datuk Zaki yang juga bersama daripada petang tadi sampailah ke malam ini. InsyaAllah hari esok kita ke unit PSAS dan ke Temerloh, dan seterusnya kita akan mengambil manfaat satu demi satu daripada rehlah dakwah ini. Sekian saja. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasyukran لمعاليك لكلمتك وتوصيتك التي ألقيتها راجين الإفادة للجميع. نواصل مجلس برنامجه المبارك، ومن أبرز فقرة من برنامجنا لهذه الليلة ومع التوصية العلمية التي سيقدمها لنا معالي الأستاذ الدكتور الشيخ ناجي بن راشد العربي، فليتفضل مأجورا. ونفضل كذلك المترجم الفاضل الأستاذ ويس القرني من رباط المصطفى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, fadilatul Syekh memuliakan bicara beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala
dan juga berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى. Bermula-mula sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita yang tidak dapat sama sekali dihitung. وإن من أعظم النعم أن يقيمك الله جل شأنه مبلغا وحيه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. Di antara sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada orang yang menyampaikan risalah, menyampaikan wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم أتوجه بالشكر لدولة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا، وأخص على وجه الخصوص معالي صاحب الفضيلة العلامة السيد العالم النبيل المربي مولانا السيد إبراهيم حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي نسله وذريته وأجله وعمله. Dan kemudian aku ingin mengucapkan jazahullahu khairal jaza, sebesar-besar ucapan penghargaan kepada kerajaan Malaysia secara umumnya, semua menteri-menterinya, semua pengurus-pengurusnya, mas'ul-mas'ulnya. Kita mengucapkan jazahullahu khairal jaza, penghargaan sebesar-besarnya kepada mereka, dan secara khususnya diucapkan jazahullahu khairal jaza kepada Datuk Seri Said Ibrahim bin Said Ahmad di atas aturan majlis ini, dan moga-moga Allah memberkati diri beliau. Allah Ta'ala memberkati keturunan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati sekalian ahli keluarga beliau sekarang dan juga akan datang insya-Allah. التقيت به ظهر اليوم فرأيت من فضله وفضائله ما جعلني أنا وإخواني حين رجعنا نتكلم سيدي الكريم عن خلقكم وفضلكم وهمكم وهمتكم، وها هنا نجتمع به بعد أقل من 4 ساعات فإذا بنا نرى شيئا زائدا من الفضل والفضيلة، وإذا به يبرز لنا من صفات ذاته وفضله وعلمه وخلقه شيئا عظيما. وهكذا الرجال العظماء أينما وضعتهم في موضع رأيت أنهم أهل لهذا الموضع. Aku dapat bertemu tadi, kata Syekh, dengan Datuk Seri Said Ibrahim Zuhur tadi. Jadi dalam pertemuan yang singkat, aku dapat tengok dia punya luar biasanya dari segi akhlaknya, dari segi budi pekertinya, dari segi kesantunannya. Sehingga kata Syekh, waktu kami dalam perjalanan pulang ke tempat tinggal kami duduk berbicara lagi bersama dengan jemaah Syekh ni, duduk berbicara lagi tentang Masya Allah, dia tak jumpa orang yang Masya Allah semulia ini dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, dari segi sambutannya. Dan dalam beberapa jam lagi kami dapat duduk di sini, dalam majlis ini kami mendapati hakikatnya sifat-sifat itu, kemuliaan itu, adab-adab itu hakikatnya bertambah-tambah lagi. Kami dapat melihatnya lebih lagi dan lagi daripada akhlak yang dizahirkan oleh Datuk Seri Said Ibrahim. Dan begitulah sya'nur rijal, kata Syekh. Begitu hal seorang tokoh yang hebat, kat mana saja dia berada, dia akan menjadi orang yang hebat di tempat yang dia berada, walau di bumi mana saja dia berada. As'alullah jalla fi ulah an yaj'alakum akhana al-karim متجليا المولى عليك سبحانه وتعالى بقوله إن إبراهيم كان أمة، فيجمع الله تعالى فيك
هم وهمة وخصال الأمة ويخرج من جهدك وجهادك وعلمك للمسلمين أمة. Moga-moga kata Syekh dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mempunyai ikatan persaudaraan, ikatan yang kukuh dengan Datuk Seri Said Ibrahim insya-Allah, dalam keadaan kita meminjam daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Saidina Ibrahim itu dianggap sebagai ummah, sebagai ibu, semua kembali kepada Saidina Ibrahim alaihissalam. Moga-moga kita sentiasa terikat bersama dengan orang-orang yang seperti Datuk Seri Said Ibrahim yang memiliki semangat juang dalam memperjuangkan ummah, yang sentiasa ke depan di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala dan dalam ke depan di dalam urusan untuk memajukan ummah. أما أنتم أبنائي الكرام وبناتي الفضليات في هذه المدرسة التي وفق من سماها مدرسة الإحسان، لأننا لما دخلناها وجدنا أن أهلها قد ارتقوا في مقامات الكمال، فارتقوا من الإسلام إلى الإيمان حتى أقامهم الله تعالى في مقام الإحسان، فكان اسمكم واسم مدرستكم موافقا لحالكم وحال مربيكم. Adapun kepada anak-anak penuntut pelajar yang belajar di sekolah yang diberi nama Al-Ihsan. Al-Ihsan yang sangat sesuai dengan hal peribadi antum. Bila Syekh masuk ke dalam ini, dia mendapati bahawa pelajar-pelajar di sini sangat sesuai berdiri pada nama Al-Ihsan yang dia terus meningkat, yang meningkat daripada maqam Islam, kemudian menuju kepada maqam iman, kemudian menuju kepada maqam ihsan. Maka sesungguhnya antum ini dengan hal sifat peribadi antum sangat sesuai dengan tempat madrasah yang antum sedang duduk ini, iaitu Madrasah Al-Ihsan. مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمال التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكمال التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه كمال الإيمان، كما في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى اشترط الحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث قال: حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga kita katakan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertakluk, berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan perhubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah bahagian daripada menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keimanan kita dengan Allah. Oleh demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dibicarakan oleh Fadilatul Syekh, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu dengan Allah, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku, yakni Rasulullah, menjadi yang paling dicintai kepada dia daripada anak-anaknya, daripada dirinya dan daripada manusia sekaliannya. Bahawa Rasulullah telah mensyaratkan untuk kamu menjadi orang yang sebenar-benar beriman dengan Allah, kamu mesti menjadikan Rasulullah yang paling dicintai. Wa hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'nahu fi suratihi al-kamilah annaka idza sami'ta ismahu al-sharif taharraka qalbuk wa idza sami'ta man yamdahuhu
فرحت نفسك وطربت جوارحك وتحركت فرحا، وإذا سمعت من يسيء إليه غضبت وجن جنونك. هذا هو الحب. لو أن أحدا جاء وسب والدا لنا لغضبنا، مدح والدنا فرحنا، فكيف يكون الواجب في الحب نحو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان الصحابة. كان الصحابة رضي الله عنهم ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا فوق ما يتصور الواحد منا، وسوف نذكر بعض الأمثلة. Mencintai Nabi SAW, apakah tandanya? Orang yang cinta kepada Nabi SAW, di saat dia mendengar nama Nabi SAW, ketika itu hati dia mula akan tersentuh. Itu orang yang sayang, cinta pada Rasulullah. Setiap kali dengar nama Rasulullah SAW, dah ada sentuhan dekat hati dia. Di saat dia mendengar orang memuji Nabi SAW, makin berombak-rombak hati dia, makin melayang-layang hati dia, kerinduan dia kepada Nabi SAW. Di saat dia mendengar orang yang mencela Nabi SAW, dia menjadi manusia yang paling marah. Dia menjadi satu manusia yang tidak boleh menahan diri dia kalau dia mendengar celaan yang orang tujukan kepada baginda Rasulullah. Ini adalah hub, kata Syekh. Inilah yang dinamakan sebagai cinta yang sebenar. Dan perkara ini kadang-kadang kita dapat gambarkan bagaimana cintanya para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, kadang-kadang dia punya gerak-geri dia yang menzahirkan cinta kepada Rasulullah sampai la yutasawwar, yang Syekh kata sampai tak dapat digambarkan. Macam mana orang boleh cinta kepada Nabi sampai ke tahap itu, yang Syekh akan ceritakan sebahagian daripada kisah cintanya para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah. روى الإمام الطبراني عن رجل من ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سواد بن قارب، وقد كان شاعرا. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم قال قصيدة أسماء من جملتها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكنه حي في قلبه حاضر معه بروحه ووجدانه، يقول يخاطبه عليه الصلاة والسلام وكأنه قائم أمامه، يقول له: كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر، كنت أنت يا رسول الله سواد عيني فعميت عيني الآن لا تراك، كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. Jadi ada satu orang, salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, menceritakan tentang hal keadaan satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Sawad bin Qarib. Ini Sawad, dia telah mengumandangkan satu syair, satu pujian kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW telah meninggal dunia. Maknanya bukan Nabi SAW ada depan dia, Nabi SAW telah kembali ke rahmatullah. Tapi dia mengungkapkan syair-syair ini seolah-olah dia sedang bercakap di hadapan Rasulullah. Dia sedang berkhitab dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, jadilah kamu seperti mana mata hitam aku ni. Kamu ni diibaratkan jadilah kamu seperti mata hitam aku ni, yang kalau tidak ada mata hitam, maka butalah orang yang melihat. Orang tak dapat melihat tanpa mata hitam. Maka kamu jadilah apa sekalipun, dan sedangkan aku sentiasa nak melihat kepada kamu ya Rasulullah.
Jadilah kamu ya Rasulullah sentiasa di hadapan aku ya Rasulullah. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر كما وروى ذلك الإمام أحمد وغيره، لما رجع من خيبر بعد رجوعه منتصرا مظفرا جاء سيدنا جعفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بمقدمك يا جعفر. فلما سمع سيدنا جعفر هكذا الكلام وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أشبهت خلقي وخلقي، من عظم الفرح والحب قام سيدنا جعفر يحجل هكذا على رجله فرحا طربا بما خصه النبي صلى الله عليه وسلم. Ada satu orang ketika mana Nabi SAW kembali dalam peperangan Khaybar. Dalam keadaan ketika itu Nabi SAW, orang-orang Islam mencapai kemenangan. Jadi waktu Nabi SAW balik saja, dia jumpa dengan seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Ja'far. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Ja'far, wahai Ja'far, yang mana lebih mengembirakan kamu? Baliknya aku ini daripada Khaybar ataupun saat aku bertemu dengan kamu ni? Kamu suka mana ni? Kamu suka aku balik daripada Khaybar ke ataupun saat aku bertemu dengan kamu? Sayyidina Ja'far dia punya gembira tuan-tuan, dalam keadaan dia melompat-lompat kegembiraan dengan sebelah kaki dia, dalam keadaan dia bergembira menari-nari kegembiraan mendengar perkataan Nabi SAW yang Nabi khususkan dirinya. Wahai Ja'far, kamu ni benda apa yang paling menggembirakan kamu? Aku balik daripada Khaybar ataupun saat aku dapat bertemu dengan kamu? Gembiranya Sayyidina Ja'far mendengar daripada kenyataan Nabi SAW. وهكذا شأنهم رضوان الله عليهم رجالا ونساء، حتى نقلت لنا كتب السنة بالأسانيد الصحيحة كما عند أبي داود والترمذي وابن حبان وجماعة يطول بذكرهم المقام أن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، فجاءت امرأة سوداء بسيطة ليس لها في المجتمع ثقل، لكنها عند الله لها ثقل. وأي ثقل؟ هذه المرأة قد امتلأ قلبها من حب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة حزنها وخوفها على حبيبها رسولها سيدنا محمد نذرت أنه إن رد الله النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الغزوة لتضربن بالدف على رأسه وتتغنى. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi yang disebutkan dalam Kutubus Sittah, di atas riwayat Ibn Hibban yang lain daripada Ibn Hibban, menyatakan waktu Nabi SAW baru balik daripada salah satu peperangan, dan di situ ada satu orang perempuan yang berkulit gelap. Ini perempuan dalam hatinya penuh kerinduan dan kecintaan kepada Nabi. Tak sabar-sabar nak tengok Nabi SAW balik selamat daripada peperangan. Ini dalam hati perempuan ni penuh dengan kerinduan dan kesyahduan kepada Rasulullah, sehingga dia bernazar. Dia kata, ya Allah, aku bernazar, jika engkau kembalikan Rasulullah balik daripada peperangan ni dalam keadaan selamat, aku bernazar pasal nak menzahirkan kegembiraan, aku nak main kompang, duf. Nak main kompang itu dekat dengan bahagian kepala Nabi SAW. Aku nak pukul kompang, tanda kegembiraan aku dengan kepulangan Nabi SAW. فلما رجع صلى الله عليه وسلم مظفرا في جيشه منتصرا خرجت هذه المرأة رضوان الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في طريقه في الشارع كما نقول، وقالت له: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما لأضربن بالدف على رأسك وأتغنى. قال: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا. قالت: يا رسول الله إني كنت قد نذرت. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت المرأة الدف وصارت تضرب على رأسه الشريف وهي تقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وهذه صورة احتفال بالمولد فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة تمدحه عليه الصلاة والسلام أمام الناس، وقد تكرر هذا الأمر، فدخل بيته الشريف في مرة أخرى وإذا بجارية أخرى أيضا هكذا نذرت. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله إن فلانة نذرت إن ردك الله سالما أن تضرب بالدف وتتغنى على رأسك. فيا أبنائي، المولد النبوي الشريف عيشوا فيه وموتوا فيه، وثقوا أنه سيكون وسيلة لنيلكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi apabila Rasulullah SAW balik dalam peperangan dan ternyata Rasulullah mencapai kemenangan dan Rasulullah selamat bersama dengan tentera-tenteranya para as-sahabah Nabi SAW. Jadi bila orang perempuan tu nampak, dia terus datang jumpa dengan Rasulullah. Dia nak menyebutkan nazarnya depan Nabi. Dia kata: ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni bernazar, kalau Allah Ta'ala kembalikan kamu daripada peperangan dalam keadaan selamat, dalam mencapai kemenangan, aku nak ketuk kompang, nak menzahirkan kegembiraan dengan ketuk kompang, dan wa ataghanna, aku nak menyanyi di hadapan kamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, kalau kamu betul-betul bernazar, maka tunaikan nazar kamu. Rasulullah kata, buatlah. Kalau kamu tak bernazar, jangan. Maka wanita tu kata, ya Rasulullah, aku bernazar, kalau kamu selamat, aku nak ketuk kompang depan kamu dan aku nak menyanyi di hadapan kamu. Maka wanita itu pun dibenarkan oleh Rasulullah untuk ketuk kompang di hadapan Nabi dan untuk menyanyi berqasidah di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW duduk di situ. Para as-sahabah juga duduk mendengar madaih, pujian daripada wanita tersebut di hadapan Nabi SAW. Demikian juga dikatakan, ada riwayat yang menyatakan waktu Rasulullah balik sampai ke rumah dia, Sayyidatina Aisyah beritahu, ya Rasulullah, ada seorang lagi perempuan, dia pun bernazar juga. Bernazar kalau kamu selamat, dia nak main, nak ketuk kompang juga di hadapan kamu, dan juga dia nak menyanyi juga dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah, kata Syekh, bahagian daripada ihtifal kita dengan Maulid Nabi SAW. Kita hadir majlis Maulid ini adalah untuk menzahirkan kegembiraan dengan Rasulullah, untuk menzahirkan puji-pujian kepada Nabi SAW, yang dulunya siapa yang hadir? Rasulullah SAW yang hadir. Siapa yang hadir? Itu para as-sahabah yang hadir bersama. Dan ini telah menjadi satu ikrar. Bila Nabi hadir, walaupun Nabi tak berkata apa-apa, di saat wanita itu puji dia, itu merupakan ikrar, satu penetapan daripada Nabi SAW tentang sesuatu yang disyariatkan. Oleh yang demikian, kata Syekh, ketahuilah, matilah kamu di situ dan hiduplah kamu di situ, bahawa kamu perlu sentiasa menghadiri maulid. Hadirlah majlis maulid, kerana hadir majlis maulid ini satu-satunya wasilah yang akan menghubungkan kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى لا أطيل عليكم فما جئنا هنا لنتكلم وإنما جئنا لنسمع كلمة أخينا صاحب المعالي ثم نستمع إلى هذا المديح الذي يقوي الإيمان ويقوي محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر للجميع وأشكر الله الذي جمعنا بكم، وإن شاء الله سيكون لنا موعدا
موعد مبارك على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقول له يا رسول الله نحن الذين عشنا نحبك ونمدحك ونخدم سنتك ونتعلم العلم ونحفظ ونحافظ على القرآن، اليوم نرجو من يدك الكريمة الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kata Fadilatul Syekh, dia tidak berhasrat untuk memanjangkan bicara beliau. Beliau hakikatnya hadir di sini kerana nak mendengar kata-kata daripada Datuk Seri Said Ibrahim dan kerana nak mengambil barakah bersama hadir dalam majlis maulid ini. Maka kata Syekh, mudah-mudahan insya-Allah sebagaimana kita berhimpun di sini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti di tempat perjanjian kita, perhimpunan kita di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami sangat berharap untuk kami dapat meneguk daripada telaga Kauthar yang datang daripada tanganmu ya Rasulullah. Sebagaimana kita berhimpun di sini dengan kecintaan kami memuji kamu ya Rasulullah. Kami memuji kamu, kami mencintai kamu ya Rasulullah. Jadikan kami dapat meminum daripada tegukan-tegukan air telaga Kauthar di akhirat nanti insya-Allah. Allah 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 Ya Rabbi salli ala Ahmad wa ma lana la nusalli wa ma lana la nusalli Allah 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 Ya Rabbi salli ala Ahmad wa ma lana la nusalli wa ma lana la nusalli antum furudi wa nafli antum hadithi wa شغلي في صلاتي إذا وقفت أصلي إذا وقفت أصلي الله 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 كلكم الله الله يا ربي صلي على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي وذركم في ضميري والقلب طور تجلي والقلب طور تجلي الله 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 يا ربي صلي على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي وسركم في ضميري والقلب طور التجلي أنا الفقير المعنى رق لحالي وذلي رق لحالي وذلي الله 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 يا ربي صلي على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي
أجملكم نصب عيني إليه وجهت كلي وسركم في ضميري والقلب طهر التجلي والقلب طهر التجلي الله 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 يا ربي صل على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي أنست في الحي نارا الله الله أهلي قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي أجد هدايا لعلي الله 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 يا ربي صل على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي نودت منها جهارا ردوا ليالي يا وصلي وصرت موسى زماني مذ صار بعضي يا كلي مذ صار بعضي يا كلي الله 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 يا ربي صل على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي سعت إليه الحوادث من القرى والبوادي سعت إليه الحوادث من القرى والبوادي غدا ينادي المنادي قم للشفاعة تقدم قم للشفاعة تقدم الله 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 يا ربي صل على أحمد وما لنا لا نصلي وما لنا لا
وما لنا لا نصلي فارقتهم يوم الاثنين صبح الثلوث اوحشوني فارقتهم يوم الاثنين صبح الثلوث اوحشوني هم سادتي خلفوني ابكي دما من عيوني ابكي دما من عيوني الله الله يا ربي صل على حماد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي فيا عيوني عيوني ويا جابوني جابوني فيا عيوني عيوني ويا جابوني جابوني ويا قليبي تصفر على الذين فارقوني على الذين فارقوني الله يا ربي صل على حماد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي أوادي من القرى والبوادي سعت إليه الحوادي من القرى والبوادي غدا ينادي المنادي قم للشفاعة تقدم قم للشفاعة تقدم الله يا ربي صل على حماد وما لنا لا نصلي وما لنا لا نصلي Jadi Datuk Seri dia nak memperagakan pakaian lain pula, nak menzahirkan contoh-contoh yang lain daripada kepribadian beliau
iaitu nak menunjukkan, nak memberi galakan kepada kita kepentingan untuk kita menghubungkan ilmu kita dengan sanad. Kepentingan untuk kita mengetahui di mana tempat sumber pengambilan ilmu kita. Jadi Syekh dia tak dapat menolak permintaan daripada Datuk Seri Syed Ibrahim yang di saat kalau dia meminta sesuatu menjadi kewajipan dah kepada aku untuk akur dengan permintaan daripada Datuk Seri Syed Ibrahim, dan aku akan mengijazahkan kepada kalian semua hadis musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bil mahabbah yang aku akan nyatakan sebentar lagi. Jadi wahai pelajar-pelajar sekalian, kamu duduk di madrasah ini dan kami ini mempunyai cita-cita terhadap kamu bahawa kamu ni nanti keluar daripada sini menjadi ulama besar insya-Allah, menjadi orang-orang yang akan memberi manfaat kepada dunia Islam. Oleh yang demikian, kamu kena bersungguh-sungguh untuk sentiasa menghubungkan ilmu kamu dengan ulama. Kamu kena mencantumkan ilmu kamu dengan ulama dan kena mencantumkan ilmu kamu kepada Rasulullah melalui sanad-sanad yang sampai kepada baginda Rasulullah. Dan menjadi tradisi para penuntut ilmu sebelum dia masuk ke dalam dia tenggelam di dalam pengajian ilmu dia, sebelum dia mulakan pengajian dia dengan secara lebih mendalam, bahawa sering diperdengarkan kepada penuntut-penuntut ilmu ini tentang hadis. Ada yang disebut tentang hadis rahmah, ada orang namakan tentang hadis musalsal bil awaliyah. Jadi kalau nak gabung semua, mudahnya kita namakan hadis musalsal al-awaliyah bir rahmah. Al-hadis musalsal al-awaliyah bir rahmah. Jadi kita sebut dulu, saya terima ijazah. Semua sebut insya-Allah, saya terima ijazah. Jadi hadis ini, hadis musalsal bil awaliyah bir rahmah ini
adalah hadis yang dia bercantum, sentiasa bercantum, berantai daripada satu guru kepada satu guru. Seorang guru ketika dia nak meriwayatkan hadis ni kepada anak murid dia, dia kata ini adalah aku telah mendengar hadis ini daripada guru aku dan itu adalah hadis yang pertama. Jadi setiap kali dia nak riwayatkan, dia akan beritahu gitu, ini aku telah mendengar ini daripada guru aku. Guru dia pula dengar daripada guru dia pun berkata begitu juga. Aku telah mendengar daripada guru aku dan ini adalah hadis pertama yang diriwayatkan oleh guruku. Jadi itu hadis musalsal yang kata Syekh tadi, hadis Ar-Rahimuna tabaraka yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Dan hadis yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr al-As, ada yang pertama tadi. Yang hadis yang kedua yang Syekh nak ijazahkan ni, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz. Iaitu Sayyidina Mu'adz kata Nabi SAW telah berkata kepada aku, maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kepada kamu. Maka jangan engkau tinggalkan untuk kamu berkata pada setiap kali lepas solat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga menjadi tradisi ahli hadis bahawa dia akan berkata kepada orang yang dia perdengarkan hadis ini, wa ana uhibbukum, aku cinta kepada kamu. Maka jangan engkau pernah tinggalkan untuk kamu membaca setiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka aku ijazahkan kepada kamu hadis ini dengan sanad-sanad yang aku telah terima daripada guru-guru aku secara am. Ya, sehingga budak-budak kecil tu ya. Yang kecil-kecil, baby-baby itu pun Syekh ijazahkan juga. InsyaAllah sanad dia jadi sanad yang tinggi nanti dan panjang umur insyaAllah. Dan kamu jangan lupa untuk mendoakan kepada aku, untuk keluarga aku dan keluarga. Terima dulu ijazah Syekh tadi. Saya terima ijazah. Jazakumullahu khairan katsira wa baraka bikum wa bi'ilmikum. Rajina min Allah at-taufiq lil 'amali bima sami'na innahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Terima kasih kepada Datuk Seri dan Ustaz Doktor di atas kedatangan antum ke sekolah kami. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat kepada kami dan kepada anda juga. قبل انصراف من المجلس يرجى من فضيلة دكتور سري وأستاذ دكتور مع ضيافه الكرام أن نأخذ بعض الصور ليكون ذكريات لنا ولكم إن شاء الله. وبعد ذلك فليتفضلوا جميعا إلى مأدبة الطعام
bijiwari musalla, iaitu fi qa'ah ad-Darqutni. Jazakumullah khairan katsira. Mari sama-sama kita menangguhkan majlis kita pada malam yang berbahagia ini dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah tetamu-tetamu juga, para guru dijemput juga ke Dewan Darqutni untuk menjamu selera. Ada pun para pelajar yang dirahmati Allah, insyaAllah selepas salat isyak nanti makanan anda disediakan di wakaf 3 beradik, insyaAllah. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.